إذا كنت قدرت بسرعة تحب وتعشق تاني، لو كنت هوتني كان عمرك كله يا دوب قضاك علشان تنساني. ازاي حبتني إذا كنت قدرت بسرعة تحب وتعشق تاني، لو كنت هوتني كان عمرك كله يا دوب قضاك علشان تنساني. قالوا انا كان شاغل بالي ازاي هتعيش لو يوم من بعدي، اتاريك مش فارقة معاك واتاريك عايش ولا همك فاضي. قالوا انا كان شاغل بالي ازاي هتعيش لو يوم من بعدي، اتاريك مش فارقة معاك واتاريك عايش ولا همك فاضي. يفضل مع حضرتك يعني عايزين نعرف اخر الاعمال اللي عملتها والاعمال لا المستقبليه بقى ان شاء الله اللي عملتها صح نحو الاغنيه طبعا اللي عرفتني بالناس كانت ازاي حبتني، وبعديها عملت ألبوم عشت احبك، بعد كده صورت فيلم كاريوكي مع استاذ عبد الواحد العاشري. كانت تجربه كويسه عشان عرفتني يعني التلفزيون دايما بيخش لبيوت ناس ما بتكونش ساعات بيتفرجوا على القنوات الأماني وكده، والأسرة نفسها الأسرة المصرية وكده. وإن شاء الله نسافر في نص الشهر الجاي أصور أغنيتين في أوكرانيا من الألبوم الجديد. واحدة هتنزل إن شاء الله أول الصيف، وواحدة بعد رمضان اللي هو كمالة الصيف. وإن شاء الله هما هيبقوا في الألبوم، بس الألبوم متأجل شوية لغاية ما يعني الظروف تتحسن شويه واعرف الاقي التوقيت المناسب اللي انزله فيه. عايز اعرف بس اهم الاعمال اللي بترتاح لها نفسيا كده وهي اللي عرفتك بالناس او عرفت الناس. هو ألبوم ازاي حبتني دي يعني ليه ذكرى خاصه في قلبي، يعني عشان كان اول تجربه ليا وكان سني صغير وكان والدي لسه متوفي، وما كنتش متوقع النجاح ودي بنسبه كبيره اكتر حاجه يعني فرقت معايا، ان لما الواحد ما يبقاش متوقع نجاح وينجح بتبقى بالنسبه له كبيره. يعني هي ايجابيه وسلبيه. ايجابيه ان هو بيحقق حاجه كان بيحلم بيها، وسلبيه ان هو ما كانش عامل بلاننج او تخطيط للي ممكن يحصل لو الالبوم نجح. فهو اقرب حاجه لقلبي طبعا ازاي حبتني، وفي اغاني كتير بعملها قريبه لقلبي بس دي ليها ذكرى خاصه عندي. طيب برضه هنعيد برضه موضوع السويس، انت حضرتك جاي السويس في شغل ولا جاي لايه بالظبط؟ عشان برضه انا كنت جاي اقابل واحده هنا طبعا انا جاي لفرح بنت يعني يعتبر اخويا الكبير الاستاذ عبد الواحد العاشري منتج الفيلم كاريوكي، وطبعا جاي ادي الواجب ويا رب يعني اكون يعني حاجه كويسه ويتبسطوا واعمل لهم يعني ارد لهم جميل صغير من اللي هم عملوه معايا وابقى معاهم طبعا. نورت السويس يا باشا. ربنا يخليك يا ابو نور. ازاي حبتني إذا كان طول عمرك كنت بتنسى وتجرح فيا، كنت بتوعدني وانا كنت بصدق بس طلعت بتلعب بيا. ازاي حبتني إذا كان طول عمرك كنت بتنسى وتجرح فيا، كنت بتوعدني وانا كنت بصدق بس طلعت بتلعب بيا. عايش مخدوع وبحبك وانت محبتنيش بالمرة، غلطة ومش ممكن تاني تعود، صدقني دي آخر مرة. عايش مخدوع وبحبك وانت محبتنيش بالمرة، غلطة ومش ممكن تاني تعود، صدقني دي آخر مرة.